السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صراحه عرفت راسي غبرت عليكم بزاف. سمحوا لي راه مع الخدمه وضيق الوقت. والله كنبغي نبارطاجي معكم بزاف ديال الوصفات، ولكن ما كيبقاش ليا الوقت. غير سمحوا لي واعذروني. وحتى ما نكذبش عليكم، حتى التفاعل ما كاينش تفاعل. هادشي كيخليني انني نعجز وما نبقاش يعني نبارطاجي بزاف ديال لي فيديو. المهم نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو مع اكبر عدد ديال الاصدقاء ديالكم، فضلا وليس امرا. كيف كتشوفوا اليوم جيت نشارك معكم دجاج محمر. كيجي رائع. الدغميره واعره، يعني ما غاديش تبقى تغلبكم الا صايبتوه في الدار. راه بحال ديال العراسات، ما كاينش فرق او احسن من ديال العراسات. كيجي اكثر من رائع. ديك الدغميره معلكه وداك الدجاج بنين على حد وطيب على حد وطريقه. ما غاديش يتشتت لكم، يعني غادي نقول لكم الاسرار ديال الدجاج باش يجيكم رائع وما يتشتتش لكم. وحتى الدغميره باش تجيكم بحال هكا مدغمره وتجيكم معلكه، واللي ذاقها ما غاديش يشبع منها، انا متاكده. المهم خليكم معايا. بالنسبه للمقادير، اول حاجه بسم الله، غادي نشد الدجاج، غادي نشرملو وغادي نخليه ليله كامله. انا غادي نوجد. من كيكون عندكم البنات كوموند، حاولوا انكم تنظموا وقتكم وتوجدوا داكشي بالليل على اتساع. المهم اول حاجه خديت الربيع. خديت تقريبا واحد جوج قبطات ديال الربيع، ودرت حامضه خضراء. البنات انا ما كنديرش الحامض مصير نهائيا في الدجاج. اول حاجه كيطلق الملوحه. المهم انا درت حامضه، هي كتفتت ليا، كتخلي داك الدجاج فتي، وكتحيد حتى الزفوره تاع الدجاج، ما كتبقاش ريحه الزفوره في الدجاج. ودرت معاه بصله. هادشي كامل غادي نطحنوه في الهاشوار. تقدروا تزيدوا عليه الثومه البنات. ديروا واحد. انا عندي 6 دجاجات، كل دجاجه كتهز ليا 2 دروسه ديال الثومه. يعني بحال قولي 12 راس ديال الدجاجه، درس ديال الدجاجه. المهم البنات هادشي كامل انا غادي نطحنو. كيف كتشوفوا يطحن مزيان، حتى هذيك الحامض ما يبقاش غليظ، خاصو يطحن مزيان البنات. ومن بعد غادي نضيف ليه المكونات. كيف قلت لكم ديروا الثومه حتى هي طحنوها. انا الثومه عندي ديجا مطحونه مصيباها، يعني صافي غادي نستعملها. هانتوما الربيع والبصله والحامض. هنا خديت قصريه اولا واحد الاناء اللي غادي تخلطوا فيه ديك التشرميله. درت الربيع ودرت الحامض والبصله اللي طحنتهم في الهاشوار. كيف قلت لكم طحنوهم مزيان البنات. من بعد غادي نضيف التوابل. بالنسبه للتوابل عندي معلقه كبيره ديال سكينجبير، 2 معالق ديال سكينجبير، ومعلقه كبيره ديال الخرقوم. البزار تقريبا معلقه صغيره تكون عامره ديال البزار. آه، راس الحانوت كل واحد كيقول ليها المروزيه. وهنا استعملت الملون. بنات الا ما بغيتوش تستعملوا الملون ما تستعملوش، ولكن ملي كيكون عندكم كوموند او شي مناسبه ضروري تستعملوه باش كيعطيكم هذاك اللون الذهبي. هنا خدرت معلقه كبيره ديال السمن ومعلقه ديال الهريسه. بالنسبه للهريسه كتبقى اختياريه. هنا درت الثومه اللي قلت لكم انا مصيبها قبل، يعني طحناها مصيبها قبل عندي. خديت معلقه عامره ديال الثومه، تقريبا واحد المعلقه صغيره عامره ديال الثومه. هنا درت ضامه ديال الزعفران، درت 4 ضامات ديال الزعفران. كيف قلت لكم البنات هذا القياس ديال 6 دجاجات عندي انا، 6 دجاجات اللي دايره. المهم هنا قلت 4 ضامات ديال الزعفران. هنا عندي زعفران شعره، سخنته شويه ودرته في المدافي وخليته تطلق. من بعد كنضيفو على هذيك المكونات، وغادي نخلط المكونات كامله البنات. هنا ما درت لا زيت لا حتى شي حاجه، انا ما كنستعملش الزيت في الاول. غادي تخلطوا داك المكونات مزيان حتى كتنسجم. انا كنخدم بايدي البنات، وسمحوا لي، يعني حنا راه كبرنا وشفنا والدينا كيخدموا بايديهم. المهم يدي راه نقيه، ما علينا. بالنسبه للدجاج، الدجاج خديته غسلته مزيان وخليته يتسقطر. البنات الدجاج خصو يتسقطر مزيان تغسل مزيان. هذاك الشيء اللي كيكون داخل ديك الريه دوك العروقه اللي فيهم الدم، هذاك الشيء ما خصوش يبقى في الدجاج. المهم الدجاج يتغسل مزيان بالحامض وسكينجبير وهذا. وشويه تكون تحكوا شويه ديال البصله، كتحيد منه الزفوريه حتى الهريسه. انا ما درتش الهريسه في الغسيل حيت الا درت الهريسه غيجيني مالح. ما علينا.
كنشد داك الدجاجه كنشرملها بحال هكا مزيان، كتشرمل مزيان. كندخل التشرميله بين الفخاد، كنتقب في الصدر، كنتقبو بحال هكا كيف شفتوا. كندخل التشرميله مزيان. هانتوما شوفوا الداخل ديال الدجاجه، راه ما فيهاش نهائيا شي حاجه ديال ديك الريه ودوك العروق اللي كيكونوا. هذاك الشيء خصو يتحيد البنات. الشحمه اللي بين الفخاد حتى هي خصها تحيد. مهم. دابا كندخل ليه التشرميله مزيان ونتقب بين، يعني الصدر، حيت الصدر كيكون غليظ، ضروري خاصكم تقبوا بحال هكا وديروا ليه تدخلوا ليه التشرميله باش يجي بنين من الداخل. صافي، وهذه هي الطريقه. صافي، وغادي نجمع ليه الفخاد ديالو بحال هكا على هذا الشكل. كندخلهم في ديك الجلده اللي كتكون القدام، وغادي نديرو في ديك البانيو، وغادي نوضعو في الثلاجه. المهم انا كملت الكميه كامله اللي عندي. هاد الدغميره حتى هي اللي كتشيط، ما نخويوهاش حتى هي. نزيدو عليها هذاك الدجاج. هنا غادي نغطي الدجاج ديالي بالسلوفان، وغادي ندخلو الثلاجه. يعني يبقى ليله كامله. ضروري البنات توضعوه في الثلاجه، ما تخليوش خارج الثلاجه باش ما يريحش لكم ويخنز. مهم، ديروه في الثلاجه حتى الغد ان شاء الله. ملي تبغيو طيبوه عاد تجبدوه ديك الساعه واستعملوه. هنا البنات بالنسبه للكبده، غادي نسلقها باش تحيد منها ديك الزفوره. كنديرها في الماء، ونزيد عليها ورق الرند، وكنزيد عليها حامضه، نص حامضه تقريبا مقطعه، وبصله. غير تغلي ديك الغليه الاولى صافي كنطفي عليها البنات. صافي، وزيد عليها شويه الملح. هنا غادي ندوز نطيب الدجاج ديالي. ها هو الدجاج خرجته البنات، كيف قلت لكم بقى ليله كامله. غادي نقاد. الا بان لكم الفخاد ديالو ما مقادينش، حاولوا تجمعوهم. والبنات كنوضعوا الدجاج على الصدر ديالو. الدجاج كيتوضع على الصدر ديالو، ماشي على الظهر، على الصدر ديالو. صافي كنوضعوه بحال هكا. الا بانت لكم شي دجاجه اللي مثلا تقطعت لكم في الغسيل، حاولوا ديروا ليها هذاك الخيط ديال الطياب. هنا كنورك بين العظومه اللي اللور، ضروري كتوركوا عليهم. هنا هذه تقطعت ليا، غادي ندير ليها الخيط. ضروري البنات ديروا ليها الخيط باش ما تشتتش لكم في الطياب. كندور عليه الخيط مزيان. ها نتوما كيف كيبان لكم كندور الخيط مزيان. ما تخافوش، هذا الخيط كيف قلت لكم راه ديال الطياب، راه كيتباع عند موالين مستلزمات الحلويات او لا اي هري. كتقول لي اعطيني الخيط اللي خاص بالطياب. هذاك راه ما عندك مناش تخافي، واخا طيبي به ما غادي ندير لك والو. صافي البنات، بحال هكا كيف كتشوفوا سديت، يعني دورت على هذيك الخيط مزيان، وغادي نوضعها على الستر ديالها. ديك التغميره اللي كتبقى غادي نضيفها حتى هي فوق من الدجاج، غادي نخويها بحال هكا. وغادي نبلل الدجاج ديالي بالكميه الكافيه ديال الماء البنات ما خصوش يكون فوق من الدجاج، يعني ما يكونش طالع فوق من الدجاج، حيت الدجاج راه دغيا كيطيب وخا هكاك. يعني ما تكتروش شي كميه كثيره تاع الماء تيولي باسل. هنا خديت تقريبا 2 اطرونص ديال الماء. 2 اطرونص ديال الماء، يعني الدجاج كيوصل بحال كيوصل لداك الجناح ديال الدجاج. الماء كيوصل للجناح ديال الدجاج، ما كيكونش فوق منه. انا هذه هي طريقتي في الطيب ديال الدجاج، وثقوا فيا، ثقوا بيا، كيجي رائع، كيجي بنين، كيجي غزال. هنا غادي ناخذ واحد القطبان، وغادي نثقب ديك الدجاج ديالي باش ما يتفرقعش وباش ما يتشتتش. ها نتوما كتقبوا بحال هكا حتى ملي كتقبوا كيدخل ليه الطياب، وكيشرب ديك الاقامه وديك البنه ديال الاقامه اللي درنا. هنا غادي نوضع الدجاج ديالي يطيب فوق من النار، وما تغطيوش، خاص يكون ديما مهوي. انا ما زدت عليه لا زيت لا حتى شي حاجه. البنات ما تزيدوا حتى شي حاجه في الطياب، غير الماء فقط. خليه يطيب في الماء ديالو وفي ديك الاقامه ديالو. هنا دزت غادي نقطع البصله. خديت
5 كيلو تاع البصله قطعتها. انا صراحه كيبغيو لي الدغميره درت 5 كيلو ديال البصله، 5 كيلو حتى 5 كيلو ونص، يعني كل دجاجه كتهز لكم كيلو حتى الكيلو ونص ديال البصله. صافي البنات غادي نقطعها انا غير في الهشوار، كنستعمل غير الهشوار صراحه، هاد الهشوار كتنفع بزاف نقصت علينا بزاف ديال التماره. المهم باش ما تبقاوش جالسين تقطعوا فيها وتشلضوها، هاشوار كندوزها غير هي ما طحنوهاش بزاف تتولي يعني ميها، كتبقى شي شويه يعني بحال مشلضه. بالنسبه للبيض تاع السمان حتى هو غادي نديرو يتسلق. كيف قلت لكم انا غادا بالنظام، غير سيروا بالنظام حتى شي حاجه ما غادي تغلبكم. هنا بالنسبه للدجاج ديالي ها هو كيغلي كيف كتشوفوا. غادي نعاود نغطي عليه وغادي نخليه شويه مهوي، يعني ما يكونش عاوتاني ما تغطيوش عليه كامل. هنا بالنسبه للدجاج ديالي باش نعرفوا انه طاب، كنهز ديك الجلده اللي كتكون في العنق، الا تهزات يعني تبعتني دغيا، الا تهزات دغيا عرفوا الدجاج راه طاب. صافي. الا بان لكم العنق ديالو باقي ما طابش خليه يكمل طيابو. هنا شنو درت؟ طفيت على الدجاج وخليته يبرد. البنات احسن طريقه باش ما يتشتتش ليكم كيف كتشوفوا، خليوه يبرد، خليوه يبرد عاد هزوه، يعني ماشي من العافيه تهزوه غادي تشتت لكم، كيكون ديك الساعه باقي ما شدش في راسو. هنا ملي كتخليوه كيبرد كيشد في راسو، كنخشي انا العود جهه العنق بحال هكا وكنهزو بطريقه سهله ما فيها حتى شي حاجه اللي صعيبه. وتصدقوني ديروا هاد الطريقه اللي قلت لكم، والله يجيكم الدجاج بنين بنين بزاف، واحد الدرجه ما كتصورش. ها نتوما صافي. صافي غادي نهز الدجاج ديالي كامل بنفس الطريقه. هنا بالنسبه لهذيك الدغميره اللي بقات صفيوها، انا غادي نصفيها غير بهاد الشبيكه. نتوما صفيوها في ديك الصفايه، خذوا غير الماء ديالها، وديك ديك البقايا ديال الدجاج ديال الجلده ولا شي لحيمات اللي كيطيحوا، حاولوا تحيدوهم باش ما يخسروش لكم الدغميره البنات. صافي غتبقى لينا غير ديك البليله، غادي نضيف ليها البصله. ضيفوا ليها البصله البنات، يعني الكميه اللي بغيتو نتوما. الا كتبغيو الدغميره زيدوا على هاد الكميه اللي درت انا. المهم تبارك الله راه هادي راه جوج حطات، راه تبارك الله كتقدك ومازال كيشاد. وما تخافوش راه كتجي اكثر من رائعه. ما علينا. بالنسبه للاضافات اللي غادي نضيف البصله، غادي نضيف ليها داك الكبده اللي سلقت في الاول باش تحيد منها ريحه الزفوريه. غادي نضيف ليها حتى الكانزا مقطعه طريفات، ودوك العناق تما مقطعين طريفات، وداك القلب، يعني داك الشيء ديال الدجاج درتو كامل. درت سكينجبير تقريبا 2 معالق ديال سكينجبير. غادي ندير معلقه عامره ديال خرقوم عرق. هنا درت راس الحانوت. راس الحانوت البنات انا كناخذ بسيبيسه وقعقله، كنقول ليه طحنهم ليها، يعني ما كناخذهمش انا مطحونين، كناخذ بسيبيسه وقعقله هما اللي كيطحنهم ليا. هنا ضفت تقريبا نص معلقه ديال القرفه. القرفه كتعطي اللون لهذيك البصله، هي اللي كتعطي هذيك التعليكه ديال البصله. هنا غادي نضيف الزيت. كيف كتشوفوا الزيت انا ما استعملتوش الاول في الدجاج، حتى كنبغي ندير البصله عاد كنستعمل الزيت. تقريبا هز ليا واحد نص سيطرو ديال الزيت. البنات التغميره كتبغي الزيت باش ما تجيكمش، باش كتجيكم معلكه، هذيك الزيت كيخليها تعلك. ومهم
نص لتر ديال الزيت، وغادي نضيف تقريبا واحد شويه ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون راه غالي اللي عنده تبارك الله يضيف حتى اكثر، يقدر يستعمل مثلا نصف الكميه ديال زيت الزيتون ونصف الكميه ديال الزيت العاديه. غادي نضيف ضامه ديال الزعفران. هنا الملح ما درتش الملح نهائيا، ما تستعملوش البنات الملح. الدجاج محمر ما كنقيش انا الملح فيه نهائيا، وكيجي هو هذاك قياس الملح، كيجي هو هذاك. هنا ضفت 2 كيسان كبار ديال الماء فين غير يطيب ليا ديك البصله. ما تكتروش البصله، كنعرفوا حنا البصله انها كتطلق الماء ودغيا كطيب. ما تكتروش البصله، ما تكتروش الماء البنات. صافي، وغادي نغطي على البصله ديالي ونخليها طيب على خاطرها. ولكن ضروري التحريك، ضروري تحركوا البنات مره كتحركوا باش ما تلصقش لكم البصله. كيف كتشوفوا غادي نخليها دابا طيب. مره كنهز، كنحيد الغطاء ونحرك، كتحركوا باش البصله ديالكم ما تلصقش وما تحركش وطيب على المهل وتعلق. بالنسبه للاضافه ديال البصله، الا بغيتو تزيدوا شويه ديال السنيده تقدروا تزيدوها، ما بغيتوش ما كاينلاش. انا بعض المرات كنضيف شويه ديال هذيك السنيده، صراحه كتعلقها، كتجي خطيره، كتجي واعره. هنا البصله ديالي شو كيتبدل ليها اللون، شو كي ولات، باش كتعرفوها طابت. اللون ديالها كيتبدل، وملي كتبقاو تجروا بالمعلقه كتلقاو داك الزيت كيتفرز على البصله. ها نتوما كيف كتشوفوا، ملي كندير بحال هكا الزيت كتولي البصله بوحدها والزيت بوحدو. هنا كتعرفوا الدغميره ديالكم صافي راها واجده وكتطفيو عليها. بالنسبه للتحمار ديال الدجاج، انا كناخذ الزيت، ما كنديرش الزبده. كناخذ الزيت، كندير المطارد وصلصه ديال الصوجه، كنخلط داك المكونات كامله وكندهن الدجاج ديالي وكندخلو الفران يتحمر. يعني على المهم ما تجهدوش العافيه باش ما يتحركش ليكم. انا راه تحرقوا ليا شي وحدين، كنت زربانه. المهم نسيت، ما تدهيت مع كانت عندي كوموند كان عندي شلاضه حتى هي، يعني كنت كنصايب شلاضه. المهم تحرقت لي انا وحده، ما علينا. درت الزيت، درت موطارد وصلصه الصوجه. شي الا درتو غير الزيت بوحدو ودخلته الفران راه كيجي خطير، كيجي بحال مقلي في الزيت، كيجي حسن من الزبده، وكيجي اكثر كتجي ديك الجلده ديالو كتبقى مقرمشه. صافي البنات، غادي ندهن الدجاج ديالي مزيان وغادي ندخلو الفران يتحمر. ملي يبان لكم تحمر غادي تقلبوه عاوتاني وتدهنوه بالخلطه اللي درنا، وتعاوتاني تحمروه من جهه الصدر. بالنسبه للزيتون، انا خديت زيتون حمر. كناخد شويه من هذاك الزيت ديال الدغميره كنضيفو على الزيتون حمر ونخليه يطيب مزيان. كتحيد منه اول حاجه ديك الملوحه، وثانيا كيولي بنين بديك الدغميره، بديك البنه ديال الدغميره. هنا خديت البيض ديال السمان، زينته بالورق الذهبي. صافي، ودابا غادي ندوز باش نقدم الطبق ديال الدجاج. كيف كتشوفوا الدغميره جات اكثر من رائعه. الدجاج بنين ما تشبعوش منه، وكيبقى تزيين اختياري. تقدروا ديروا الكنافه، تحطوها وديروا وسط منها هذيك البيض ديال السمان. تقدروا ديروا اي حاجه في التزيين كيعجبكم، ولكن انا صراحه كيعجبني بحال هكا. كنكتفي بهذه الطريقه الاصليه واللي معروفه في الدجاج محمر. ما كنبغيش نبقى نضيف عليها اضافات بزاف، فقط الهريسه والحامض. الحامض بحال هكاك، الحامض تقدروا تحطوه بحال هكاك على شكل ديكور. تقدروا تقليوه في هذيك الزيت ديال الدغميره، راه كيجي حتى هو كيجي اكثر من رائع، ما تشبعوش منه. صافي، والبيض ديال السمان، وبالصحه والراحه. ونتمنى انكم تدعموا الفيديو ديالي والقناه ديالي، وان شاء الله قريبا غنجيب لكم الجديد وكنقول لكم فرجه ممتعه، والى اللقاء، مع السلامه.